نجحت أجهزة الأمن المصرية اليوم الاثنين في حل لغز قضية الشاب السعودي هدان شطة الذي اختفى قبل أكثر من 40 يوما في القاهرة، وذلك عقب العثور على جثته في أحد الشوارع، مؤكدا أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. وذكر موقع العربية أن آخر صورة التقطتها كاميرات المراقبة للشاب السعودي البالغ من العمر 40 عاما كانت بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته. وبحسب المعلومات المتداولة فإن الشاب اختفى يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر الانتقال إليها. وعقب إعلان أسرته عن فقدان الاتصال به، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لكشف ملابسات تغيب الشاب، وتبين أن الراحل خرج من شقته بمنطقة الرحاب بالقاهرة تاركا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به. فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما ببيانات المواطن وصورته وإرساله لكافة المحافظات ومديريات الأمن بها للبحث عنه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.